ندى عندها مشاكل في العلاقات وفي الثقة، ومش فاكرة فترات طويلة من طفولتها خصوصا حوالين طلاق أبوها وأمها، لكنها فاكرة إن أبوها كان على طول مزاجه بيتغير بشكل غريب، وفاكرة المشاكل اللي كانت بينه وبين أمها، وفاكرة كمان أخوها اللي كان دايما يحط نفسه في مشاكل على طول. وبالرغم إنها مش فاكرة تفاصيل، مجرد الحاجات دي بتكون كفاية إن البيت اللي كبرت فيه مليان مشاكل. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في أواخر القرن ال17 في شاب في كلية الطب اسمه يوهانس لاحظ حاجة غريبة جدا. العمال السويسريين اللي كانوا بيشتغلوا بعيد عن بيوتهم أو بمعنى أدق مهاجرين بدأوا ينهاروا. طب إيه هي الأعراض اللي جات لهم؟ تعب وأرق وضربات قلب مش منتظمة ومشاكل في الهضم وحالات حرارة عالية، ووصل بيهم الحال إنهم سابوا المكان اللي كانوا فيه. لكن اللي اكتشفه هوفر إن المشكلة مش في الجسم أصلا، وإن المشكلة كانت في الروح، وكان السبب ببساطة هو الاشتياق، أو زي ما سماها ساعتها الحنين للوطن. يعني تخيل في وقت من الأوقات الطب صنف الحنين ده كوباء، وعلشان كده منعوا الجنود إن هم يغنوا الأغاني السويسرية القديمة، لأنهم كانوا خايفين إن الجنود تسيب المعسكر أو حتى ينتحروا. لكن برضو الحقيقة أعمق من كده. مع مرور السنين والناس بدأت تهاجر أكتر وأكتر، العلماء اكتشفوا إن الحنين للوطن مش خاص بس بالسويسريين، وإن أي حد ممكن يسيب بيته لفترة طويلة ممكن يتصاب بيها، أو بلده بمعنى أصح. وفي القرن العشرين الصورة بدأت تتغير. بقى الحنين مش مرض جسدي ولا حتى مرض نفسي بالشكل اللي كانوا فاكرينه، بالعكس بقى يتشاف كحالة ذهنية. مارسيل بروست الكاتب الفرنسي كتب عن لحظة بسيطة جدا لما داق نوع شوكولاتة معينة كان بياكلها وهو طفل، وشرح اللحظة دي بإنها فجوة جوه دماغه وموجة من الذكريات والمشاعر. وهنا يجي السؤال، إزاي حاجة كانوا شايفينها مرض بقت دلوقتي أداة علاجية؟ علماء النفس بدأوا يلاحظوا إن الحنين للوطن مش هو اللي بيعمل الاكتئاب، لكن العكس، أوقات كتير هي اللي بتساعدنا نواجه الاكتئاب. وطبعا لما نفتكر لحظات النجاح، وده بيديلنا إحساس بذاتنا وبيثبت إن حياتنا ليها معنى. والمفاجأة الدراسات دي لقت إن الناس لما يعيشوا اللحظات دي بيبقوا أكتر استعداد إنهم يساعدوا غيرهم. يعني لحظة الحنين للوطن أو الاشتياق للماضي مش مجرد رجوع للماضي، دي تعتبر أداة للحاضر. لكن برضو ممكن ما يكونش حد فاكر طفولته وعنده فراغ كبير في ذكرياته، وده مخليه تايه. وهنا بيعتقد ان استرجاع الذكريات القديمة هو الطريق الوحيد، لكن ده مش صح. لان العلم بيقول انت مش محتاج تفتكر كل التفاصيل، لان كل شخص عنده اكتر مما يتخيل حتى لو مش فاكر مواقف معينة. ووجود السلوكيات دي في الحاضر دليل كافي ان طفولتك اتأثرت بالذكريات القديمة. ومش شرط تكون الذكريات دي فيلم كامل، وساعات بيكون كافي مشهد واحد او حتى احساس بسيط. يعني ممكن تكون شفت اشخاص انت عارفهم وبيكونوا فاكرين حاجات قليلة جدا، بس من خلال اللي بيحكوه عن عيلتهم دلوقتي ممكن تكون تخيلت ايه اللي كان بيحصل معاه زمان. وطبعا في الحالة دي اللي ناقص من الذكريات مش معناه ان الماضي كان كويس، بالعكس ساعات غياب الذكريات دي بيدل ان الطفولة كانت فيها صدمات او فراغ عاطفي. خليني احكي لك عن حسن، ودي قصة افتراضية بس بيمثل كتير من الناس. حسن مش فاكر اي حاجة قبل اولى اعدادي، لكن فاكر ان امه كانت مهووسة بالاكل والرجيم لدرجة انها كانت بتفرضه على كل العيلة، وان ابوه كان موجود ومش موجود، يعني في وادي تاني خالص وما يعرفش حاجة عنهم. وكان حسن الطفل الكويس اللي بيحاول يرضي كل الناس علشان يقلل المشاكل. بس الغياب الكبير اللي كان في ذكرياته مش معناه ان طفولته كانت فاضية، بالعكس دي كانت مؤلمة لدرجة ان عقله قرر يحميه ويبعده عن التفاصيل دي. ولما يجي حد يقول له ممكن تروح لدكتور يساعدك، يقول له انا ما عنديش صدمات كفاية علشان اروح اتعالج. وده بسبب ان بيجيله احساس مؤلم بالذنب. لكن الحقيقة بمجرد انك قررت تبعد عن ماضيك ده في حد ذاته صدمة. مش بس حسن اكيد، ده كتير من الناس. خليني احكي لك قصة افتراضية تانية عن واحدة اسمها ندى. ندى عندها مشاكل في العلاقات وفي الثقة، ومش فاكرة فترات طويلة من طفولتها خصوصا حوالين طلاق ابوها وامها، لكنها فاكرة ان ابوها كان على طول مزاجه بيتغير بشكل غريب، وفاكرة المشاكل اللي كانت بينه وبين امها، وفاكرة كمان اخوها اللي كان دايما يحط نفسه في مشاكل على طول. وبالرغم انها مش فاكرة تفاصيل، مجرد الحاجات دي
بتكون كفاية ان البيت اللي كبرت فيه مليان مشاكل. وده طبعا بيدينا درس مهم ان الماضي مش لازم نفتكره مشهد بمشهد، يكفي ان الماضي سايب اثره في الحاضر وفي طريقتنا عموما. وهنا بقى النقطة الجوهرية، يعني ممكن لحظة صغيرة من الماضي تقدر تحسسك بالامان واكيد العكس، والاتنين بيشتغلوا على الذاكرة لكن بطريقة مختلفة. وجرب تشوف مش ايه اللي انا فاكره ولكن ايه اللي انا عايشه دلوقتي، وهل انت العلاقات اللي بتعملها دلوقتي مستقرة، وهل عيلتك لحد النهاردة مليانة توتر او مشاكل. لو يبقى في قصص جواك محتاجة تتشاف وتتسمع من شخص مختص. وجرب تروح لدكتور، لان الاتنين رسائل من العقل بيقولوا لك بص عليا وافهمني. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ولو في اي حاجة غريبة عايزين نتكلم عنها اكتبها لي في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.